بداية ندعو جميع الرفيقات للوقوف وقفة احتجاجية لمدة 5 دقائق. كلمة مكتب تجمع نساء زنوبيا في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. هذا اليوم التاريخي الذي يأتي كل عام ليذكرنا بفشل الأنظمة الدولتية وقوانين المجتمع الدولي وكل أولئك الذين رفعوا شعار اللا عنف ضد المرأة بأنهم لم يتجاوزوا شعاراتهم الرنانة التي بقيت حبرا على ورق ليستمر واقع المرأة وتهميشها وفرض وصاية ذكورية عليها من قبل الأنظمة الاستبدادية. إن صفحات التاريخ الإنساني مليئة بقصص الظلم والاضطهاد المستمر للمرأة وتجاهل قضية تحررها، لكن المرأة لم تعد تقبل بذلك ورفعت صوتها عاليا في وجه نظام السلطة الأبوي وعنف الدولة التي لا تزال متحكمة بمفاصل الحياة الاجتماعية والأسرية في أغلب المجتمعات. ورغم أن ثورتنا في شمال وشرق سوريا كانت المرأة في طليعة من قاوم وناضلوا لإنجاحها، إلا أن الاحتلال التركي وقف كحجر عثرة يحاول تحطيم كل الإنجازات والنجاحات التي قادتها النساء في مناطق مشروعنا الديمقراطي، فسخر جميع أجهزته العسكرية ومرتزقته لاستهداف مناضلات كان لهن دورا في الوقوف ضد فاشيته الوحشية، فمن هفرين خلف إلى هند وسعدة وزينب وناكيهان ومقاتلات الجريلا في جبال كردستان اللواتي استشهدن تباعا باغتيالات منظمة وطائرات مسيرة وأسلحة كيماوية، ولكن ذلك لم يحرك المجتمع الدولي ولا الأنظمة الدولية التي كشفت وجهها الحقيقي برغبتها إبقاء المرأة حبيسة لسلطتها. فقد شكلت قضية مقتل الشابة جينا أميني نقطة التحول التي أشعلت شرارة الثورة في إيران لتقلب الموازين وتكتب تاريخا جديدا للمرأة الإيرانية ولنساء العالم أجمع اللواتي سيكافحن لكشف أوراق التسلط الذكوري وكم الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق المرأة من قبل الأنظمة الشوفانية. وعلى التاريخ الإنساني أن يجهز صفحاته ليسجل أعظم ثورة عرفتها البشرية وهي ثورة المرأة الحرة. باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة وريفها نرفع شعارنا هذا العام ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة ليكون ضد كافة أشكال عنف الدولة وذهنية الرجل. المرأة حياة حرة، لنرفع صوتنا للعالم أجمع ونؤكد بأن المرأة هي صانعة المجتمعات ومربية الأجيال. لن نقبل بأن تبقى رهينة لذهنية الرجل، وستكسر جميع الأنماط التي سعى لقولبتها فيها على صعيد الدولة والمجتمع. لن نقبل بعد اليوم بأي جريمة تطال المرأة، وسنكمل مسيرة شهيداتنا في الوصول إلى النصر الكبير وهو تحرير جميع النساء، لأن المرأة هي حياة حرة. المرأة حياة حرة لا للعنف ولا لقتل النساء. عاشت مقاومة المرأة الحرة.